أيها الحضور الكريم، يجسد هذا اللقاء الحاشد الجامع لأبناء الدكوانة وفعالياتها مسارا تضامنيا تشاركيا لمصلحة البلدة وأهلها وسكانها، ولا ينبع أبدا من أي شعور بالاستقواء على الآخر أيا من كان هذا الآخر. نلتقي اليوم يا أحبائي ويا أهلي لنجدد عهد الوفاء والانتماء لبلدتنا، عهد الأخوة والتضامن والتنسيق لمصلحتها، عهد التطور والإنماء والتقدم لنطاقها الجغرافي وكافة مؤسساتها ومصانعها ورعاياها وكنائسها ونواديها وجمعياتها. نلتقي اليوم لنعلن لائحة أعضاء المجلس البلدي والمخاثير والأعضاء الاختياريين، لنلتقي على هذا العمل بذهنية أهل البلدة في التلاقي الجامع والمحبة. أما التخطيط للمستقبل الإنمائي فسيكون بذهنية أهل المدينة الكبرى، حيث تتغلب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة. نلتقي اليوم للإعلان عن أوسع تحالف أردناه. نلتقي اليوم مجددا للإعلان عن أوسع تحالف أردناه، تشاركي جامع عابر للأحزاب والعائلات والشخصيات، لأننا نعتبر أن البلدية للكل والكل للبلدية. من هذا المنطلق أرحب بعائلات الدكوانة كافة وسكان الدكوانة دون تمييز. من هذا المنطلق أرحب بعائلات الدكوانة وسكانها كافة دون تمييز، وبأحزابها وفعالياتها الكنسية الاجتماعية البلدية والاختيارية، وكل عائلة أو شخص ساهم بعطاء وسخاء لمصلحة هذه البلدة الحبيبة وأهلها. وفي الختام أشكر كل شخص من أعطى من وقته وجهده وماله لمصلحة الدكوانة وأهلها بلديا واختياريا، والشكر الأكبر لمن ضحى بموقعه أو منصبه أو ما كان يتمناه لخدمة البلدة إلى جانبنا. لكن مفاوضات التحالف المضنية والعريضة والتي كانت للمصلحة العامة حالت دون وجودهم في اللوائح، ولكنهم في المكان الصحيح، هم في قلوبنا ولن ننسى تضحياتهم. في الخلاصة إن أبناء الدكوانة يؤمنون بخدمة بلدتهم كل واحد من موقعه.